فيديو جديد وسريع عشان وحشتوني. يمكن انتم مستغربين العنوان، ولكن انا كتبته مخصوص كده عشان اعرف اعيد عليكم كل سنة وانتم طيبين. ولكن انا هفضل اسافر دايما ان شاء الله. انا متابع القناة بشكل مستمر يعني، ولكن ما بقدرش ارد على الكومنتات على طول، برد عليها متأخر دايما. وده بسبب ان انا ما عنديش نت الفترة اللي فاتت، لاني متواجد في الجيش حاليا. فهو ده سبب اختفائي، وان انا ما بنزلش فيديوهات او سفريات جديدة يعني. ولكن ان شاء الله هحاول اظبط الفتره الجايه في الاجازات ان انا اطلع سفريات جديده. كنت حابب اتكلم عن كام حاجه سريعه كده. يوم 24 الجاي ان شاء الله في جروب مشوار طالع الغردقه بالعجل. طبعا جروب مشوار الكابتن ايهاب مسؤول عن جروب مشوار. انا هحط يعني هحط اللينكات بتاعه الجروب والايفنت والاكونت بتاع كابتن ايهاب، بحيث ان لو حد حابب يتواصل معاه يساله ويعرف التفاصيل اكتر. هحطها تحت في الديسكريبشن. فجروب مشوار ان شاء الله رايح يوم 24 الغردقه. وهتلاقوا برضو تحت في الديسكريبشن رحلات مختلفة لجروب مشوار في السخنة، في اسماعيلية، في وادي الريان. يعني رحنا حتت كتير مع جروب مشوار. فهو جروب متميز ودايما رحلاته ممتعة وفيها مغامرات. تاني حاجة حابب اتكلم عليها صفحة شريف البطل، سايكلينج اراوند ايجيبت. شريف دايما بيعمل رحلات متميزة، وغالبا هيعمل رحلة في العيد اللي هو بكرة ان شاء الله. فتابعوا الصفحة بتاعته، هتلاقوا فيه دايما احداث جديدة، رحلات جديدة، تفاصيل بيكتبها في رحلاته. انا شخصيا دايما لما برجع من الاجازة لازم دايما اخش على صفحته واشوف كل البوستات اللي فاتتني. فانصحكم يعني، لو الناس بتحب، يعني الناس اللي بتحب مجال السفر بالعجلة هيستفادوا كتير من صفحة شريف. تالت حاجة كنت حابب أتكلم عن رحلة كابتن محمد عبد العزيز. سفرية كبيرة جدا بالعجل من أول فرنسا مرورا بألمانيا وصولا تقريبا لليونان. يعني سفرية كبيرة. دايما برضو بحب أشوف تفاصيل الرحلة بتاعته، وبستمتع جدا بكتابته لتفاصيل الرحلة. فهتلاقوا الكلام ده كله موجود تحت في الديسكريبشن. وإن شاء الله أشوفكم في سفرية جديدة على الطريق بإذن الله.